أكل الفاكهة في رمضان. إزاي ناكل فاكهة وما نتعبش منها في رمضان؟ أولا الفاكهة تكون فريش أو عصاير فريش مش محلاها عشان نقلل كمية السكر. ممكن ناكل ثمرة فاكهة واحدة مع تمرة في الفطار، أو طبق سلطة الفاكهة صغير مع كوباية المية الصغيرة مع حباية التمر، مفيد جدا ومغذي جدا. وبعد كده هناخد الفطار بتاعنا العادي جدا. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هنبدأ بالفاكهة البسيطة وبعد كده هناخد الفطار العادي بتاعنا بالكمية الصغيرة زي ما اتفقنا. ما بين الفطار والسحور بناكل كميات صغيرة، مش بنكتر من الفاكهة عشان ما تعملش انتفاخ شديد. بلاش الفاكهة الحمضية في السحور، البرتقال، اليوسفندي، المانجا، الفراولة، بلاش منها في السحور، لكن ممكن تستبدل بفواكه قليلة الحمضية زي الموز، زي التفاح، زي الأناناس، زي الجوافة، زي الكمثرى لو موجودة. كل دي مسموحة في السحور. الرسالة إن الفاكهة مفيدة جدا في الصيام، مغذية، أملاح ومعادن وفيتامينات، بتمنع الإمساك، لكن التوقيت مهم والكميات ما تكونش كبيرة عشان ما تعملش انتفاخات وغازات كتيرة. كل عام وحضراتكم بخير والصيام مقبول إن شاء الله. دكتور إسماعيل قاسم، استشاري أمراض البطن والكبد والمناظير، معهد الكبد القومي.